بعد ظهور العديد من قنوات افلام الرعب والاكشن والاثاره على التردد الاكثر تغييرا للقنوات على النايل سات، كنت حابب اعمل معاكم فيديو على سبيل التوضيح والتاكيد، وزي ما احنا معرضينكم على كل ما هو جديد. صباحكم فل ومساكم احلى مع محمد حسن اتش دي، وفيديو النهارده للتوضيح بخصوص قنوات افلام الرعب والاكشن والاثاره. بعد ما ظهر عديد من القنوات على النايل سات، كنت حابب اعمل معاكم فيديو بتوضيح التردد الخاص بباقه القنوات الخاصه بالافلام والاكشن والرعب والاثاره. اخبط اللايك المتين ويلا نبدأ. وبعد ما رجعنا معاكم تاني عشان نتكلم بتفاصيل اكتر بخصوص اهم التردد اللي موجود عليه قنوات افلام الرعب والاكشن والاثاره على النايل سات بعد ظهور العديد من القنوات على التردد ده، كنت حابب اكون معاكم بفيديو لتوضيح التردد. ودايما بنذكر حضراتكم ان فيديوهاتنا عباره عن فيديوهات توضيحيه تعريفيه في كل ما هو جديد وحصري في عالم الترددات والقنوات، فتابعونا عشان يجيلكم كل ما هو جديد. وكلنا عارفين قناه فوكس موفيز وفوكس حكايات وفوكس بالعربي، وقناه وان دراما وان موفيز اللي موجوده على نفس التردد اللي موجود معانا، وبعد ظهور قناه دولي موفيز اللي موجوده على نفس التردد. وبنبارك للناس بعد ظهور قناه توب موفيز اللي تم انطلاقها مؤخرا، وكنا عملنا فيديو اتكلمنا بتفاصيل اكتر على تردد قناه توب موفيز، ودي اهم القنوات اللي موجوده على نايل سات لافلام الرعب والاكشن والاثاره. فكنت حابب اكون معاكم بفيديو لتوضيح التردد. والتردد اللي عليه باقه القنوات اللي ذكرناها دي كلها هو 11678 فيرتيكال 27500، وللاسف ده من الترددات الاكثر تغييرا للقنوات، وايضا التردد الخاص بالباقه الحزمه الشرقيه. فكنت عامل معاكم الفيديو على سبيل التوضيح والتاكيد. كان معكم منشئ المحتوى الاول في عالم الترددات والقنوات على نايل سات.